احلى ايس كريم يتعمل. وخلاص كده الصيف قرب يمشي، بس هو قلب معانا بشويه حر في الاخر، فقلنا احنا كمان نقلب وناكل ايس كريم معاه. هيجيلنا كده هنجيله كده. النهارده بقى اعلمكم ازاي تعملوا ايس كريم بالطريقه اللي هي تنفع لو انت بتعملي رجيم تعرفي تاكليه، مش من غير سكر، من غير اي مواد حافظه، من غير اي حاجه. هنعمله بيور 100% طبيعي جدا. وهنعمل كمان طعم الفانيليا احنا كنا عملناه قبل كده، بس النهارده احنا هنعمله بطريقه مختلفه. احنا قبل كده عملناه باللبن المكثف، لا النهارده مش هنستخدم لبن مكثف نهائي. وهيبقى كده عندنا طعمين، المانجا والفانيليا. انت ممكن تجربي الطريقه دي في اي نوع تاني، تقدري على فكره تعمليه بالجوافه، بالكمثرى، بالفراوله، الموز، اي نوع فاكهه انت نفسك فيه تقدري تعمليه. وكمان ممكن تستخدمي الكاكاو تبقى بالشوكولاته. بس احنا هنا عايزين يعني ايه، احنا بنعمل ده وبنعمل ده، وانتي بتشوفي الانسب ليكي. لو انتي بتعملي دايت هتستخدمي الطريقه بتاعه الدايت، لو انتي مش بتعملي رجيم او دايت هتعمليه بالطريقه بقى اللي تريحك. وعلى فكره لو جربتيه بيور كده جميل جدا وطعمه هيعجبك جدا، وانا واثقه. كملي بقى معايا الفيديو. في الفيديو ده انا استخدمت نوع مانجا اسمه نعومي. النوع ده بيكون حجمه كبير، ريحته قوية جدا، والطعم بتاعه ما بيبقاش مسكر قوي، بيبقى طعمه كويس. تحسي انتي بتاكلي مانجا، مش بتاكلي مانجا مسكرة. يعني مش زي الزبدية، مش زي اللي هي العويس او الهندي يعني. ليه كده، ليه طعم خاص بيه وريحه خاصه بيه كده، جميله جدا. اتمنى انتي تجربيها. مش شرط النوع ده، انا ده اللي كان متوفر عندي، انا بس قلت اقولك نوعه ايه. قشرتها وفصلت البذره عن المانجا وقطعتها مكعبات بالطريقه دي، واحطها بقى في طبق وهشيلها في الفريزر 4 أو 3 ساعات، يعني من 3 ساعات لحد 5 ساعات كده في الفريزر. ليه؟ علشان احنا بعد كده هنضربها في الخلاط. حطيتها في الفريزر، وعلى ما تجهز جبت 3 معالق كريم شانتيه. على فكره انا بستخدم الكريم الشانتيه السايب بقالي فتره وطلع جميل جدا. بزود عليه فانيليا ولبن، هو بيكون متضاف عليه سكر، وفي نوع تاني بيكون مش عليه سكر. بدات بقى ضفت اللبن وبدات اضرب الكريم شانتيه. طبعا تقيل معايا القوام بتاعه، بس انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف شويه. فباجي بعد ما بيتقل بزود لبن واخليه يخف معايا وبضربه تاني. وصلت خلاص القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. احطه بقى في طبق واشيله هو كمان في الفريزر. نيجي بقى للمانجا بعد ما اتجمدت 4-5 ساعات، والله مش فاكره بالظبط. بدات ان انا اكسرها كده وضربتها بالهاند بلندر او بالخلاط. تضربيها لحد ما هتنعم معاكي، هتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده كده. بصي القوام تقيل كريمي كده، ايس كريم. ده فعلا قوام الايس كريم اصلا، وانتي بتعمليها هتحسي من الريحه ان ده ايس كريم من غير اي حاجه. وبعد كده ابدا بقى اجيب الكريم شانتيه واجيب البولات اللي عندي واحط فيها الايس كريم بتاعي. هنا طبعا المانجا من الضرب بتاع الهاند بلندر كانت فكت شويه، فانا حطيتها في البوله ورحت مرجعاها تاني على الفريزر. هنا بقى قلت اعمل ميكسات، بقيت احط مانجا من تحت، وبعد كده طبقه من الفانيليا، بعد كده طبقه من المانجا. يعني بصي قعدت العب بقى بصراحه. انتي تقدري تشتغلي باللي موجود عندك. ممكن على فكره تجربي، ودي فكره جميله وطعمها اجمل بصراحه، انا عملتها قبل كده. تجربي ايس كريم التمر. عارفين التمر اللي هو البلح التمر ده تقدري تجيبيه وتعمليه ايس كريم. هنزل لكم فيديو ان شاء الله اعمل لكم فيه البلح ده. يديكي باور جامد وطعمه جميل ومفيد جدا ومن غير سكر. هو سكره فيه، يعني هو اصلا السكر بتاعه بيبقى عالي شويه، فالسكر بتاعه فيه. تقدري تستخدمي الكاكاو، تقدري تستخدمي البطيخ، تقدري تستخدمي الجوافه، كمثرى، تفاح، موز، فراوله، كيوي، اي نوع اللي انتوا عايزينه. على فكره الايس كريم بتاع الكانتالوب او الاناناس، اي حاجه منهم من الفصيله بتاعت اللي هي الاناناس والكانتالوب والشمام والحاجات دي، هيبقى جميل جدا. انا كده الفيديو بتاعي يكون خلص، واسفه لو كنت طولت عليكي. ما تنسيش بقى الاعجاب والمتابعه، وما تنسيش تفعلي الجرس لو انتي على اليوتيوب علشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. وكمان لو في اي حاجه عايزه تستفسري عنها تقدري تبعتيها لي في الرسائل على الصفحه او في الكومنتات. مستنيه بقى رايكم في الفيديو ده.